غزالة حميد، إدارية مجلس صحة مؤتمر ستار لشمال وشرق سوريا. مجلس الصحة مؤتمر ستار تأسس المجلس بتاريخ 5/1/2021 بعد ما انعقد المؤتمر التاسع لمؤتمر ستار، وتقديم انه تنظيم الهيكل للجنة الصحة. بعد الموافقة بدأنا بتشكيل مجلس الصحة على مستوى شمال شرق سوريا. طبعا الهدف منه هو من أجل توعية وتثقيف الشعب من الناحية الصحية. يتألف مجلس الصحة من 3 إداريات: ناطقة لشمال شرق سوريا، وناطقة للطب الطبيعي، وإدارية على الأرشيف والمالية والإعلام. واللجان تشكل 4 لجان في الحسكة وكوباني وحلب وقامشلو. يتم التنسيق عن طريق الاجتماعات الدورية، كل 3 شهور يتم عقد اجتماعات دورية لجميع الكانتونات، وبإضافة أنه كل شهر يبعثون التقارير الشهرية عن الأعمال اللي يقوم فيها، وأيضا تكميل كل أسبوع، ووضع برنامج عن طريق البرنامج هذا يتم أنه يعملوا اللجان. نحن كمجلس صحة أول شيء نستهدف إيش الأمراض اللي تكون منتشرة بالمجتمع، حسب الأمراض اللي موجودة. مثلا في فصل الصيف الأمراض اللي تكون موجودة مثل السحايا، التهاب الأمعاء، ضربة الشمس، وبالشتاء كمان مثل الجريب، الكورونا. طبعا أيضا الأمراض الأخرى خاصة اللي تخص النساء، استهدفنا مثل الولادة الطبيعية، الولادة القيصرية، سرطان الثدي، ترشيد النساء صحيا خاصة بالنسبة للأمراض مثل سرطان الثدي، سرطان الرحم، وتوعيتهم. بالنسبة للدعم النفسي أيضا عم نقدم دعم نفسي عن طريق إعطاء محاضرات. طبعا خلال هالشهرين عملنا حملة توعية صحية، وخاصة ركزنا على الدعم النفسي لأهالي النازحين بمراكز، لأهالي الشهبة في مراكز النزوح من قبل كانتون الحسكة وكانتون قامشلو. كانتون قامشلو لحد هلا ما زالت الحملة مستمرة، وتم معالجة مرض العقم، انه كان ضعيف الحمل وصار استجابة لهذا العلاج، وتم انه في حمل في مركز الشهبة وفي مركز حلب. وايضا انه نصنع بعض الخلطات للادويه مثل لمرض الكولون، لمرض المعده، للتنحيف، لفقر الدم، وخلطات للشعر، للوجه، في كمان خلطات لحراشيف السمك، هاي الامراض، للاكزيما. كثير امراض صنعنا لها خلطات، استجابت، كان في حالات استجابه تمت المعالجه وكان في استجابه لها. يتألف محاضرات صحية نظري وعملي. النظري يعتمد على المحاضرات التثقيف الصحي مثل الولادة الطبيعية، ترشيد المرأة بأن تعود إلى الولادة الطبيعية وعدم الاعتماد على الولادة القيصرية، لأن الولادة القيصرية لها مضاعفات كثيرة. الاعتماد على الرضاعة الطبيعية أيضا، فائدة أحسن من الرضاعة الاصطناعية. زواج القاصرات كمان ركزنا، لأنه شايف إن الفتاة لما تتزوج وهي ما تكون ماخذة سن البلوغ له تأثير على صحتها، خاصة إذا يكون في حمل وفي إنجاب، وكمان على بيولوجية المرأة بشكل عام. وأيضا كمان حالات الانتحار، بما أنه زادت حالات الانتحار بالمجتمع، كنا نركز على هالمواضيع هاي، نحاول انه نرشد المرأة. والسبب الانتحارات هي اما تكون اقتصادية او تكون من العائلة، بسبب الضغوط العائلية، بسبب الضغوط النفسية، هاي كلها تأثر على صحة المرأة. لذلك نحن عن طريق المحاضرات نحاول انه نرشد المرأة ونخفف من الضغوط اللي عم تتعرض لها. ايضا في انه محاضرات ركزنا على الابتزاز الالكتروني، خاصه نحن بواقعنا هلا نشوف شلون انه حالات الابتزاز الالكتروني والتي تؤدي الى الانتحار بالنسبه للمراهقين وبالنسبه انه للنساء. المحاضرات كمان عن الاعشاب الطبيعيه مثل كليل الجبل، القراص، الميرميه، ورق الغار، واعشاب كثيره، خاصه انه نرشد الشعب ايش فوائد هاي الاعشاب وايش اضرارها، لانه كما انه في فائده كمان يوجد فيه اضرار. لما ياخذوا هالاعشاب لازم يكونوا على حذر من اخذ هذه الاعشاب. طبعا نحن مو بس نعتمد انه شغل الاعضاء يكون فقط ضمن مركز انه الصحه، في حالات ينضموا للطوارئ، لما تكون حالات الطوارئ يحتاجوا الى حالات الاسعافات الاوليه، الكوادر الصحيه الموجوده عندنا تنضم لحاله الطوارئ من اجل تقديم انه المعالجات اللي يحتاجون لها من الاسعافات الاوليه. بداية عملنا نحن استهدفنا القرى التابعة للتربسبية والقرى التابعة لقامشلو. حاليا عم نعطي دورات اسعافات اوليه، نستهدف بس القرى القريبه منها، النواحي،
اما المناطق البعيده لسه ما استهدفناها. طبعا نحن لما شكلنا هذا المجلس كان هدفنا الاساسي هو تثقيف الشعب، خاصه انه يعني نعرف انه الشعب هو هدفه الاساسي كان يعتمد على الادويه والمواد الكيميائيه. لهي نحن انه هدفنا نحاول انه نثقفه ويرجع للاعشاب الطبيعيه. وكمان يعني شكلنا لجان تعتمد على يعني تعرف انه تشتغل على الطب الطبيعي، يعني كانوا يخضعون لدورات حتى يعني انه يتعلموا كيف يعني انه يشتغلوا بالطب الطبيعي. يعني كمجلس صحة نحاول كمان يعني قد بالامكان انه نثقف المجتمع اكثر، واهم شيء انه يعني يرجعوا للطب الطبيعي والابتعاد عن المواد الكيميائيه، لانه هاي المواد تعود كلها الى الراسماليه. الهدف الاساسي هو الربح يعني انه الهدف الراسماليه هو الربح، اما نحن الهدف الاساسي هو من اجل معالجه المجتمع بالطب الطبيعي، لان المراه هي اساس المجتمع. المراه اذا تكون يعني هي مثقفه صحيا ترشد عائلتها اول شيء، بعدين ترشد المجتمع اللي حواليها، لانه هي الاساس بالحياه. طبعا نحن كمجلس صحة يعني نوجه انه جميع الشعب بالعودة الى الطب الطبيعي والى الاعشاب الطبيعية، لانه المواد الكيميائية او الادوية اللي عم يستخدموها من قبل الدكاترة تكون لها اضرار اكثر ما تكون لها فوائد. لهذا نرشد بالعودة الى الاعشاب الطبيعية، العودة الى تاريخ اجدادنا القدماء عندما كان يتم المعالجة عن طريق الاعشاب الطبيعية. قضية الصحة هي قضية مهمة جدا بالمجتمع، وهي تعتبر من القضيات يعني انه الحساسة. حتى القائد عبد الله أوجلان قال يعني انه المجتمع الذي لا يستطيع حماية صحته بنفسه هو يكون مجتمع اما ان يكون منتهي او مهدد بالخطر. طبعا نحن نعرف انه الصحة والبيئة كمان مرتبطين مع بعضهم البعض. يعني حالة الجفاف اللي عم تصير بالمجتمع هي كمان يعني تأثر على الصحة. فالمجتمع اللي ما يستطيع يعني انه يحافظ على صحته ما يقدر يعني انه يكمل. وطبعا نحن هدفنا الاساسي كمجلس صحه هو العوده الى الاعشاب والى الطب الطبيعي. العوده يعني اذا رجعنا الى المجتمعات البدائيه نجد بانه المراه هي اول من اكتشفت الطب واهتمت بالطب، وكانت عن طريق الاعشاب، وكانت هي المراه هي اللي تجرب الادويه على نفسها. يعني اذا كانت هذه تقدم العلاج يعني كانت تنشرها بين الشعب، واذا كانت يعني غير مفيده يؤدي هذا الى موت المئات من النساء. يعني المراه منذ المجتمعات البدائيه هي اللي كانت تضحي بنفسها مشان تقديم وتطوير الشعب.